إصدار شهادة لمدة عام واحد، أعلى فايدة في السوق لمدة عام واحد الآن، والعائد بيصرف إما شهري أو سنوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك، أفضل استثمار من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق كل روابط الشهادات وأفضل استثمار لك. لازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط أي شهادة، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. والفيديو القادم ان شاء الله في شهادة مميزة جدا هتنزل اليومين القادمين، فبدعوك للاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار مننا بالشهادة الجديدة ان شاء الله. تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. الكل بيبحث عن اعلى عائد بالسوق المصرفي الان، وهناك من يبحث عن عائد لفترة طويلة مثل ال3 سنوات، وهناك من يبحث عن عائد لفترة صغيرة لمدة عام واحد فقط. وذلك بيرجع لعدة أسباب: إما تخوفه لاحتياجه إلى المال بعد عام وإنه هو مش هيقدر يكمل ال3 سنوات، أو إنه هو بينتظر شهادات أعلى بفايدة أعلى من الموجودة حاليا في السوق المصرفي البنكي الآن. لذلك تم إصدار شهادة سنوية لهذه الفئات لاستثمار أموالهم في هذه الفترة، وجاء ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي الأخير برفع سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساسي، أي 2%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%. أما الشهادة التي تم إصدارها اليوم وهي متاحة من 1000 جنيه، حيث أوضح نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أحمد عشماوي أن مصرفه طرح شهادة جديدة اسمها رد الجميل لمدة سنة واحدة، وأن الفائدة على الشهادة الجديدة هتبلغ 12.25% سنويا، أو 11.75% شهريا، وهي طبعا أعلى من البريد حاليا، وهي الشهادة السنوية الأعلى في السوق المصرفي الآن لمدة عام واحد فقط. وقرر رفع شهادة رد الجميل ال3 سنوات إلى 17.5% بدلا من 15.25% شهادة رد الجميل ال3 سنوات، ورفع العائد الشهري إلى 16.25% للشهادة ال3 سنوات. وانتظروا مننا الفيديو القادم في فيديو مهم جدا وشهادات جديدة، فما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس.